شبح البيت الأبيض، هل هو مجرد خيال أم حقيقة تعود لتطاردنا؟ هل يعود شبح البيت الأبيض؟ وهل يحمل معه ذكريات الماضي أم يفتح أبوابا جديدة للمستقبل؟ هل يعود دونالد ترامب إلى حكم أمريكا بالطريقة الحديدية؟ وهل ستكون عودتها بنفس القوة والتأثير؟ سؤال يثير القلق في نفوس الكثيرين حول العالم، وخاصة في منطقة الشمال إفريقيا، حيث تتشابك المصالح وتتداخل القضايا. عودة محتملة تطرح تساؤلات كبيرة حول مصير قضايا عالقة، أهمها قضية الصحراء المغربية التي لم تجد حلاً حتى الآن. قضية شائكة، ملف ساخن، قد نشهد فيه فصلاً جديداً من التأزم والتوتر، وربما تصعيداً غير مسبوق. عودة ترامب قد تعني الكثير للمغرب، ولكن ماذا عن الجزائر وجبهة البوليساريو؟ هل ستتغير موازين القوى؟ هل ستقف الجزائر مكتوفة الأيدي أمام تغيير محتمل في قواعد اللعبة؟ أم ستتخذ خطوات جريئة؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، والجميع يترقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة. هل سنشهد تحولات جذرية أم استمرارية للوضع الراهن؟ في الجزائر العاصمة يسود جو من الترقب والحذر. الشوارع هادئة، ولكن القلق يملأ الأجواء. عودة ترامب إلى البيت الأبيض تثير مخاوف كبيرة لدى السلطات الجزائرية. المسؤولون يتابعون التطورات عن كثب. ترامب الذي اعترف بمغربية الصحراء في فترة حكمه الأولى قد يكمل ما بدأه إذا عاد إلى الحكم. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في المنطقة. الجزائر تخشى من أن ترامب سيدعم المغرب بشكل أكبر في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري. الجيش الجزائري في حالة تأهب، وتعتقد أن ذلك سيؤثر على التوازنات الإقليمية ويشكل تهديداً لمصالحها المهمة. الدبلوماسيون الجزائريون يعملون على إيجاد حلول لتجنب التصعيد. الجزائر ليست وحيدة في قلقها، فجبهة البوليساريو تتابع التطورات بقلق كبير، وتخشى الجبهة من أن ترامب قد يصنفها كمنظمة إرهابية، وهذا سيكون له عواقب وخيمة. تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية سيسهل على المغرب زيادة ضغوطه على الجبهة وعلى الجزائر أيضاً، وسيصعب من مهمة البوليساريو في الحصول على الدعم الدولي لقضيتها. انتصار مغربي. على الجانب الآخر يستقبل المغرب التطورات بفرحة كبيرة، فالمغرب الذي حقق انتصارات ميدانية ودبلوماسية في ملف الصحراء يرى في عودة ترامب فرصة لتعزيز مكاسبه. المغرب يراهن على أن ترامب سيواصل دعمه لسيطرة المغرب على الصحراء، وسيعمل على إقناع دول أخرى بالاعتراف بها. ويعول المغرب على دعم ترامب لتعزيز تواجده الاقتصادي والاستثماري في الصحراء. مستقبل غامض. الصحراء المغربية، تلك المنطقة التي لطالما كانت محوراً للنزاعات والتوترات، تقف اليوم أمام مفترق طرق. يبقى السؤال المطروح: ما هو مستقبل قضية الصحراء في ظل هذه التطورات؟ هل ستتمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى حل يرضي الجميع؟ هل ستشهد القضية انفراجاً، أم أنها ستصبح أكثر تعقيداً؟ الشارع العربي يترقب بحذر، والمظاهرات تعكس حجم الغضب الشعبي. الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات. الزمن يمضي، وكل يوم يحمل معه تطورات جديدة. لكن من الواضح أن عودة ترامب سيكون لها تأثير كبير على منطقة شمال إفريقيا بأكملها.
سياسات ترامب قد تعيد تشكيل المشهد السياسي، فمن شأنها أن تعيد خلط الأوراق وتزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني أصلاً من الضعف والصراعات. كيف ستتفاعل القوى الإقليمية والدولية مع هذه التغيرات؟